فين ممنوع التجاوز؟ أول شيء عندنا العلامة ديال المنع. هنا ممنوع التجاوز بالنسبة للسيارات. في هذه الحالة ممنوع عليا نتجاوز جميع العربات اللي عندها 4 عجلات، يعني واخا تكون التراكتور ممنوع عليا نتجاوزها، واخا كتمشي بشوية ممنوع عليا نقوم بعملية التجاوز. في هذه الحالة ممنوع التجاوز على الشاحنات نقل البضائع، يعني هاد العلامة ما كتعنينيش، كتعني الشاحنة كبيرة، يعني إلا شفت هاد العلامة من حقي أنني نقوم بعملية التجاوز. هذا نهاية مسلك التجاوز، يعني المسلك اللي على اليسار كيكون خاص بالسيارات أو الشاحنات اللي كيقوموا بعملية التجاوز. ملي كيكون هاد المسلك هذا يعني مسلك التجاوز السلام. هذا واحد ليكزومبل ديالو، السيارة الزرقاء كتقوم بالتجاوز، ولكن المسلك فاش غتكمل سهلة، يعني خصها تشد اليمين ديالها. أما بالنسبة في الطريق الوطنية، إلا كان مجموعة من العربات قدامي ما خصنيش نقوم بالتجاوز ديالهم مرة واحدة، يعني خص ندوبل وحدة بوحدة، لأن خطر السير في الاتجاهين. هذا ممنوع نتجاوز في خط متصل. ملي كنشوف خط متصل ممنوع عليا نتجاوز نهائيا. هاد الخطوط اللي كتكون متقاربة، ملي كنشوف خطوط متقاربة بهذا الشكل هذا كتعلمني على أن التجاوز غيصبح ممنوع. يعني هاد الخطوط هادو غادي يكونوا خط متصل، يعني خص نشد اليمين ديالي. أما بالنسبة لأسهم الانحياز فنفس الشيء. أسهم الانحياز كتقول من الواجب عليك أنك تشد اليمين ديالك، وممنوع عليك أنك تستمر في مسلك التجاوز. أما بالنسبة للخط المتصل اللي تيكون من جهتي ما ندوبلش، لأنه ممنوع. في هذه الحالة ممنوع عليا نقوم بالتجاوز. خط متقطع من جهة ديال اليسر مسموح للتجاوز للناس اللي جايين في الاتجاه المعاكس، هما مسموح ليهم يتجاوزوا، أما أنا ممنوع نتجاوز. في هذه الحالة ممنوع عليا نتجاوز أكثر من عربة في مرة واحدة إلا كانت الرؤية قدامي ما واضحاش. في هذه الحالة هاد السيارة هادي كتقوم بعملية تجاوز في خط متصل، يعني هادي مخالفة، مخصهاش تقوم بهاد الوضعية هادي. كما كتشوفو كتقوم بعملية تجاوز في خط متصل. أما بالنسبة لملتقى الطرق، إلا كنت قريب لملتقى الطرق عندي علامة ديال إعطي الأسبقية لليمين، مخصنيش ندوبل واخا يكون مول بيكالا. اقتراب ملتقى الطرق ممنوع التجاوز في هذه الحالة. هنايا الرؤية غير كافية، يعني إلا بغيت ندوبل هاد السيارة هادي قدر إلا كنت في فيراج مخصنيش ندوبلها، عندي خط متقطع متقارب مخصنيش ندوبل. في المنعرج مخصنيش ندوبل في الفيراج. كما كتشوفوا السيارة البيضاء بغات تقوم بالدوبلاج، خطر.
هنا في ملتقى الطرق خصنا نعطي الأسبقية اليمين. إلا قربت لملتقى الطرق ممنوع التجاوز. في هذه الحالة راس العقبة، إلا وصلت الطلعة ممنوع التجاوز في راس العقبة، خطر. واخا عندي خط متصل، لأن في أي لحظة يقدر يجي شي حد من القدام. الجزء الثاني غادي يكون الأماكن يسمح بتجاوز فيها العربات. أماكن يسمح بالتجاوز فيها، هنا نهاية منع التجاوز. إذا شفت هذه العلامة مسموح لي نقوم بعملية التجاوز. هذه كتخص الشاحنات نقل بضائع مسموح لها بالتجاوز. في هذه الحالة عندي خط متقطع كما كتشوفوا، خط متقطع مسموح لي بالتجاوز. في هذه الحالة مسموح التجاوز بالنسبة لأسهم الانحياز، كتعني السيارات اللي جاية من الاتجاه المعاكس. كما كتشوفوا معايا هذا السهم هذا ما كيعنينيش، كيعني الشاحنات اللي جاية من الاتجاه المعاكس ممنوع عليها بالتجاوز، أما أنا مسموح ليا. نفس الشيء هنا مسموح ليا بعملية التجاوز. هاد الأسهم هادو ما كيعنيونيش، كيعنيو الشاحنات القادمة من الأمام. هنا خط متقطع من جهتي مسموح لي بالتجاوز، كما كتشوفوا معايا خط متقطع من الجهة اليمنى مسموح لي بالتجاوز، وكاين خط متصل من الجهة اليسرى. الخط متصل كيعني الشاحنات أو العربات اللي جاية من الاتجاه المعاكس ممنوع الدوبلاج.